لو فكرت فيها النمط اليومي اللي احنا عايشينه هتلاقي ان هو بيحتوي على شوية حاجات. الحاجات دي ممكن تكون شغل، مدرسة، جامعة، مذاكرة، نلعب شوية، نتفرج على التلفزيون شوية، ننام بقى. مش بقولك ان الحياة دي بورينج او انا مش بكرهك في عيشتك، او مش اي حد يبقى النمط اليومي بتاعه كده يبقى وحش ومش عارف ايه، انت لازم تعمل حاجة جديدة كل يوم. لا، يعني احنا بني ادمين، احنا بنحب نعمل نفس الحاجة علشان نحس باستقرار. لكن لو فكرت فيها في حاجة ناقصة في النمط اليومي ده، والحاجة الناقصة دي ممكن تسمى بالشغف. بس هيجيلي بتوع التنمية البشرية هيقول لي ايوه صح، الشغف، تابع شغفك، اجري ورا شغفك، روح هاته من قفا شغفك، استقيل من شغلانتك وترفد من مدرستك، روح اعمل اي حاجه. يعني فمين شغفي ده حضرتك؟ بجيبه ازاي؟ لما تابعه بس اهم حاجه، وانت يعني هتلاقيه. ممكن نقول عليه الهوايه، الحاجه اللي انت بتحب تعملها، الحاجه اللي انت لما بتعملها ما بتحسش بتعب، او ما بتحسش ان هي مسؤوليه، او ما بتحسش ان هي شغل، وهي دي الحاجه اللي انت بتلجأ ليها وقت ما تكون عندك ضغط، عندك فراغ. لما بتعمل الحاجه دي بتكون بتحبها ومندمج فيها. ولو فكرت فيها برضو احنا كلنا كبني ادمين يعني بلا استثناء نستاهل ان احنا يبقى عندنا حاجه نعملها وبنحبها ومندمجين فيها ونقدر كمان ننجح فيها. يعني احنا كلنا نستاهل حاجه زي كده. الحياه مش فقط المسؤوليات دي وبس وخش نام واصحى تاني يوم كرر المسؤوليات دي وخش نام. اي نعم الحياه كلها كده والحياه يعني نقدر نستمتع بيها كده برضو، بس انا شايف ان في حاجه كمان زياده، بس لو حطيناها في اليوم بتاعنا حياتنا ممكن تتغير. هيجي لي واحد بقى الناحيه التانيه، بص يا ابني الحياه مش كده، اللي فاهمك على الحياه ان هي كده ولا الحياه صعب، الحياه بتدهسك، الحياه تدوسك، الحياه تاخدك كده وايه لف. ماشي، الحياه صعبه، الحياه بتنفخك انت بزياده، يعني هي مسكك مستقصداك الحياه، انا عارف. بس لو انت واخد الحياه كده فانت هتموت بدري. يعني انا ماشي عشان بقول لك كده هتتنقط، علشان الحياه مش كده. يا اما تختار الحياه اللي مليئه بالمسؤوليات والحياه اللي ما فيهاش انك تقدر تنفس عن طاقتك وعن الضغط بتاعك، يا اما تختار الحياه دي، يا اما تختار انك تعمل حاجه بحياتك وتستغل فرصتك في انك تنجح في حاجه تعملها وبتحبها وتكون مندمج فيها، ويبقى برضو عندك نفس الوقت عندك المسؤوليات وعندك الحياه اللي فرضه نفسها عليك. يعني انت ممكن تختار ما بين الحياتين دول. انا شايف ان في الحياه في اكتر من انك تلعب وتروح الشغل وتنام، في حاجه كمان ممكن تعملها مع كل ده. انا ذات نفسي وانا بكلمك في حاجه زي كده انا لقيت الفيديوهات، لقيت ان الكتابه واكتب موضوع الفيديو ده شيء يعني بيخليني اي نعم مش بقى في اقصى قمه الموضوع بالنسبه لي، انا بستمتع بيه، ما بحسش ان هو شغل. انا بحس ان انا يعني بطلع اللي جوايا كله في الكتابه، وبطلع المحتوى اللي انا بحب اطلعه. فبالنسبه لي انا لما بكتب للفيديوهات او لما بعمل سكريبت الموضوع بيبقى بالنسبه لي لذيذ، وزائد كمان ان انا اطلع اتكلم عن الحاجات اللي انا بحب اتكلم عليها، او بتكلم عن الافكار اللي انا عايز اعبر عن نفسي فيها. ده شيء بيخليني يعني فرحان، بيخليني جريتفول، الحمد لله رب العالمين ان انا عندي حاجه زي كده اصلا في حياتي. وانا الصراحه كمان عملت لك ليست كده لشويه حاجات تقدر تعملها في حياتك علشان يبقى عندك استيعاب احسن شويه اللي انا بتكلم عليه. وايه الحاجه اللي هي الهوايه، ايه هي الشغف، اللي هي الموهبه اللي انا بتكلم عليها من الصبح. انت ممكن تعمل حاجه اسمها بلوجينج، انك تبقى بلوجر على الانترنت، تكتب اسيز، ارتكلز، تكتب مقالات، تكتب قصص صغيره، تكتب بوستات، حتى طلع اللي جواك، تعبر عن نفسك، تتكلم عن حاجه انت بتحب تتكلم عليها. ممكن تلجأ للشعر، يعني حاجه ادبيه وفيها فن، انت تقدر تجيت ان تاتش مع الصيد العاطفي منك او الصيد الادبي، الصيد الفنان العالي، وتكتب اشعار. والكتابه، تكتب كتب، يعني تكتب قصص، تكتب الكتب اللي بتساعد بيها الناس. ممكن تكتب كتاب انت شايف انه هيعبر عنك وهتقول فيه حاجه كويسه وهتضيف بيها. ممكن تكتب روايه، ممكن تعمل كروشيه، يعني عادي. انت ممكن تعمل تريكو، يعني برضو بيبقى حلو قوي التريكو والكروشيه الاثنين مع بعض بيبقى حاجه عظمه. ممكن تروح الجيم، ممكن تبقى بودي بيلدر، ممكن تبقى فوتوغرافر تاخد صور. الطبخ، اطبخ، شوف انت ممكن تعمل ايه، هيعمل حبشتكناتك في البهارات بتاعتك، في الخلطات الجميله، واخترع حركاتك واعمل عيش الليله في المطبخ. ممكن تخش في الفيلم ميكنج، تعمل القصه الجميله بتاعتك، تخرجها وتنتجها بنفسك. شيء كله مليان كرييتيف بروسيس بقى، يعني انت عمال تكرييت خلاص من الصبح، الموضوع هتطلع فيه دماغك كلها. تخش في عالم اليوتيوب، ممكن تبقى فلوجر تدون يومياتك. ممكن تخش على اليوتيوب وتتكلم على اللي انت عايز تتكلم عليه بقى، عايز تتكلم عن الجيم، البادي بيلدينج، الكروشيه، التريكو، الكتابه، القراءه، البتنجان، في ملايين من الحاجات اللي انت ممكن تعملها. انا فقط اديت لك مثلا 0.00001% من الحاجات اللي ممكن تتعمل في الحياه، وممكن تاخدها كهوايه وتعملها في وقت فراغك. وحاجات زي كده برضو ممكن تكبر قوي معاك وتاتشيف قوي في المجالات اللي انا قلتها لك دي. ممكن تبقى بالنسبه لك شغلانه وبتنتفع منها وبتاخد منها فلوس كتير.
يعني تبقى مصدر دخل كمان. الحياة دي فيها اكتر من ان انت تشتغل وتروح المدرسة وتعمل مسؤولياتك وتعمل واجباتك وتعمل حركاتك. الحياة فيها انك تقدر تعمل حاجة تحسسك بقيمتك وتخليك فخور من نفسك، تخليك سعيد عشان انت بتعمل حاجة انت بتحبها. وهتقول لي ازاي الاقي الحاجة دي؟ انت لازم تدور بنفسك. هتعمل دي مش هتعجبك، هتعمل دي هتعجبك. انت هتدور، هتعمل كل حاجة، ممكن تعمل 8000 حاجة وفي الاخر ممكن حاجة واحدة ولا حاجتين بس اللي يعلقوا معاك وتكون بتحبهم وتعلق بيهم. من الاخر قوم اعمل حاجة، ابقى جامد فيها، خليك جزء كبير من المجتمع، ساهم في انك تعمل حاجة ترضيك وترضي ربنا. اهم شيء تحل مشاكل. اهم حاجة انك جرب علشان تعيش الحياة. هي الحياة فيها كتير، فجرب كل حاجة وشوف الحاجة اللي انت بتحبها واعملها واكبر فيها. واهم حاجة تكون سعيد. بس كده. السلام عليكم.